وافتكر برضه إن ابنه بقى إنسان وما بقاش ينفع يعيش معاهم في الأوليمب، فكان حزين جدا باللي حصل لابنه. وعدت السنين وهرقل كبر وبقى شاب قوي جدا، بس قوته كانت غشيمة جدا، ومن كتر قوته كان هو اللي بيجر العربية والحمار كان بيركبه على العربية، وهو ماشي كان بيخبط في كل حاجة وبيبهدل الدنيا. وبعدها هرقل بيشوف راجل شايل فازة وبتكون تقيلة عليه جدا، فراح يساعده بسرعة، بس الراجل رفض علشان عارف إن هرقل ممكن يكسر له كل حاجة. ولما خرج لقى أولاد بيلعبوا فحاول يلعب معاهم، بس برضه الأولاد خافوا منه وجريوا بعيد. فقعد هرقل جنب البير زعلان إن الناس خايفة منه، وساعتها لمح طبق طاير فطلع يجري علشان يمسكه، بس لسوء الحظ بيخبط في العمود، فالعمود بيقع على العمود اللي جنبه وبتتدمر الساحة كلها. ووقتها الناس انقلبت عليه وطردته من البلد، وكمان قالوا عليه ده مسخ. فساعتها الراجل ومراته اللي ربوه قرروا يعترفوا له بالحقيقة، وقالوا له انت مش ابننا، وادوا له السلسلة اللي كانت في رقبته وهو صغير.